Hello, hello, j'espère que vous allez bien. كي دايرين؟ كي دايرة معاكم الحياة؟ on est consistant. صراحة رمضان الconsistency شوية نقصات. رمضان la routine كلها كتبدل vraiment. آآ كلشي كيتبدل حتى التوقيت ديال الخدمة، التوقيت حتى les loisirs ولا les trucs اللي كتكون كديرهم في حياتك حتى هُما كيتخربقوا مع رمضان، ما كتبقاش عارف إمتى ديرهم، الرياضة ما كتعرفش إمتى تمشي ليها. أنا vraiment pendant 30 jours ما مشيتش للرياضة. ملي رجعت c'était c'était des vraies courbatures اللي جاوني، يعني le corps ديالي كيقول ليا راك طولتِ ما رجعتيش. الحمد لله، الحمد لله هو شهر واحد. مبروك عليكم العيد. والله parfois je sens que la vie كتمشي بواحد السرعة ماشي طبيعية. تخيلوا معايا أنا راه باقا كنستوعب أننا دخلنا ل2026. حنا راه on est presque في النُص ديال 2026. رمضان داز، جا العيد، سالا العيد، رجع الخدمة. Je sens que la vie كتعطيك بحال next. يالّا شنو جاي من وراها، يالّا next. سالا العيد، شنو العيد اللي من وراه، شنو العطلة اللي من وراه، الصيف، مرا الصيف الشتا. شوية كنحس غادي نسدّو عينينا غنحلوهم غيقولوا لنا 2027 ها هي جات، يالّا عام جديد. العمر كيطير، العمر كيطير والله الله يعني رزقنا كل ما هو خير. لأنه الصراحة vraiment ولينا كنحسّوا أن الأعوام كدوز بحال الأيام. آآ والأيام كدوز بحال الساعات. النهار ما بقاش فيه البركة، ولا كيدوز بواحد السرعة ماشي طبيعية. ما عرفتش واش أنا بوحدي اللي كنحس بحال هكا والّا كاع الناس كيحسوا بحال هكا، mais vraiment أنا هاد الوتيرة ديال الأيام كدوز بسرعة كت كت كتوتّرني vraiment كتبدا كتجارى مع الوقت باش تسالي داك الشي كامل. رجعنا لي séries ديالنا de podcast، لي séries اللي نستافدوا منهم، اللي ناخدوا منهم des informations اللي مهمين في الحياة. والصراحة أنا بغيت نخرج من هادوك ال les podcasts ولا بغينا نبدلوا شوية كيفاش كنطرقوا المواضيع، كيفاش كنفهموا شنو كيطرا. دايمًا هذيك la diversification في المواضيع كتخلّي الإنسان إنه intéressé إنه يشوف، كتخلّي psychologiquement كتخلّيك plus intéressé أنك تكتر، وأنك تشوف أكتر شي حوايج جداد. فon n'est pas toujours focus على أننا كنعاتب الناس ولا كنعطيك نصيحة ولا خصك دير ولا لا. وon n'est pas trop focus sur les études ولا دماغنا كيفاش كيركّز وكذا كذا كذا. فon diversifie le contenu. إلا أول مرة غادي تشوف les فيديو ديالي كنصحك أنك دوز على كاع les podcasts، لأنه كل podcast كنطرقوا لشي حاجة جديدة، لشي حاجة croyez moi غتنفعكم واخا تكون غير ب1%. كاين واحد مثال جابوني اللي كيقول لك الإنسان ماشي محتاج أنه يعرف كلشي في نهار واحد. إلا نتايا طبقتي غير 1% في كل نهار، ولا you achieve بس 1% كل نهار، راه كافية باش أنك توصل 100% من هنا لقريب يعني. إلا مثلًا أنتِ باغي تبدا واحد لا روتين ديال لا مارش وبديتي اليوم غير ب5 مينوت وغدا ب8 مينوت وموراها ب10 مينوت و20 مينوت و25 مينوت، غتلقى راسك من روح الشهر أنك بديتي كضرب 30 مينوت ديال لا مارش. وحنا كيف كنقولوا حنا المغاربة ما صعيبة غير البدية. une fois كتبدا كتلقى راسك وصلتِ. le même truc في المعلومة كيفاش كنحفظوا اليوم بغيت ندوي على on reste dans le développement personnel، on reste dans آآ plutôt بغينا نركزوا على حنا كناس كاينين des trucs simples، des trucs qui sont très simples اللي نقدروا نديروهم في الحياة وتبدل لنا المجرى ديال la routine ديالنا، تبدل لنا كيفاش كيدوز يومنا، كيفاش كيدوزوا des actions تمنا كيفاش كيدوزوا، كيفاش كنتعاملوا معاهم. يمكن واحد les trucs simples اللي نديروهم تبدل لنا هذيك la réaction ديالنا مورا les trucs اللي كنشوفوهم. ديما كنسطروا على واحد le truc أنه ماشي ضروري أي حاجة كنحس بيها أنا محتاجة لواحد لا thérapie excessive. شوفوا أنا كنشجّع الناس كلّهم أنهم يديروا دي thérapie واخا يكون ما كيضرك والو، لأنه كيف قلت هاديك المرة اللي فاتت لا psychologie ولا نفسيتك ماشي مرض عضوي. يعني يقدر يكون نتايا tu sens des trucs باطنيًا ولا عقلك il souffre باطني mais ما كتبانش لك visible. كيبقى داك الشي كيتأكمل حتى كيخرج الله يستر بdes troubles psychologiques اللي هُما كبار في واحد النهار. فأنا دايمًا على الأقل أي إنسان على الأقل خصو يدير une thérapie كل 6 mois، يدوي مع son psychologue ولا psychothérapeute، يعرف ال شنو طاري في حياتو.
تكون هاديك لا séance واحد لا séance كترتّب فيها أفكارك، ماشي ضروري أنك كتمشي عند الثيرابيوت باش يكون عندك شي مشكل. في نفس الوقت أنا كنآمن وكنشجّع الناس كاملين أنه il y a des trucs très simples اللي كنقدروا نديروهم كل نهار et ce sont des séances des mini séances de thérapie. Ce sont des trucs اللي كيعاونونا أننا نكملوا في الوتيرة ديالنا d'une façon qui est positive et on avance ماشي غير واقفين بلاصتنا. حنا البشر en général كيدوزو بزاف د les émotions علينا في النهار ولا في la semaine ولا في حياتنا en général. الطريقة كيفاش كنتعاملوا مع ديك les émotions هي اللي كتخلّينا يا إما on avance ولا كنرجعوا للور، سواء كنت معصّب ولا كنت مقلّق ولا كنت stressé ولا طاري ليا un truc في الخدمة مثلًا، la façon كيفاش غنغياجي غادي تريزومي ليا يا إما أشنو غيطرا من هنا للfutur وغتريزومي ليا يا إما ما جورني كيفاش غدوز هداك النهار، ولا غتخرب ليا كلشي. فهي des trucs simples اللي psychologiquement تعتبروا أنهم كيعطيو l'effet للإنسان، اللي كل واحد فينا خاصو يدير هاد les trucs simples باش يكونترولي les émotions ديالو ولا يتعامل مع les émotions ديالو بالطريقة اللي خاصو يتعامل. أول حاجة دايمًا كنركّز على أنه الإنسان ملي يكون مقلّق ولا triste ولا متألم من شي حاجة je vous conseille la marche واحد l'activité physique اللي كتسولاجي le système nerveux وفي نفس الوقت كتريّح راسك من أقوى الأشياء اللي كتنقّص لك من le stress. فين ما تحس براسك إنك حزين تمشى. إلا أنت واحد الإنسان اللي كتعاني من الoverthinking journaling ولا tu écris كتكتب. كتب كاع لي بونسي ديالك comme ça tu clarifies tes pensées ما كتخليش دماغك مشوش ومخربق في الداخل، كتعطيه فرصة أنه يقاد هادوك الأفكار. إلا نتايا واحد الإنسان اللي تستريس، شوفوا ماشي ضروري مثلًا quand on stresse كنكون مثلًا أنا واحد الإنسان اللي كنستريسي مرة في الشهر ولا مرة في شحال ملي كيكون عندي واحد المشكلة اللي vraiment فهاد لي solutions ولا هاد لي trucs simples سي باش يخفوا هاداك les émotions باش يخفوا هاداك la sensation اللي كتحس بها. الناس اللي مثلًا يستريسوا tous les jours فهذا خصو يكون عندهم روتين، مثلًا pour le stress la méditation c'est un truc qui est très important et كيعاونك في la respiration كيعاونك باش أنك تخرج من هذاك البابل ولا هذيك la bulle ديال الstress اللي كتحس فيه. إلا أنت واحد الإنسان اللي كتعاني من stress من كاع النواحي ديال الحياة tu dois faire la méditation كل يوم. Parlons de la méditation فيها la respiration يعني la majorité de la méditation c'est une respiration et la respiration c'est un truc اللي ça soulage le cerveau, ça soulage les pensées, ça te donne une idée très calme sur toi, sur ce qui se passe وكل شي. إلا مثلًا أنت واحد الإنسان اللي كتحس براسك tu es perdu dans tes pensées, tu es perdu dans ta vie ما بقيتيش عارف فين تزيد ou avancer ou reculer ولا فين باغي تمشي ولا شنو باغي دير tu dois lire. نقدر نقول لكم la lecture place les podcasts قبل ما كانوش عندنا les podcasts مي دابا les podcasts تاعهما c'est un truc اللي كيعاون حيت il y a des gens حنا كنختلفوا les êtres humains كيختلفوا. il y a des gens اللي يتقبلوا ولا كيركزوا مع المعلومة أكتر إلا سمعوها. il y a des gens qui sont très visuels يعني ملي كيقراو عينيهم كيكابطيو بهم le message. داك الشي علاش أنا كنحط la lecture les podcasts في نفس الlevel لأنه ça dépend de ton caractère ولا qui tu es comme personne. إلا أنت واحد الإنسان اللي tu es toujours énervé ولا tu as واحد la tension في tes émotions جري. واخا tu n'es pas une personne اللي متعودة على الجري tu peux faire 1% كل نهار. هداك الجري ça calme ta tension émotionnelle, ça te donne une liberté باش أنك تفكر plus clairement et الجري généralement c'est l'activité اللي كتقدر أنها تحوّل هداك الغضب وهاديك la colère لواحد الطاقة جديدة واحد الطاقة renouvelée اللي كتكون 100% positive. إلا أنت كتحس براسك واحد la personne qui est fatiguée, qui n'a plus d'énergie généralement حتى هاد الموضوع كنت بديت معاكم عليه من قبل. كنقدروا ناخدو الطاقة ديالنا الenergy ديالنا كنقدروا نمتصوها من الناس. يا إما واحد الطاقة qui est positive ولا واحد الطاقة qui est négative. Si tu es fatigué خاصك تدوي مع الناس et bien sûr هذا سيف ذو حدين، لأنه تقدر تدوي مع واحد الإنسان ينزّلك تحت من الأرض هاديك الenergy qui est négative ديالو، وواحد الإنسان اللي يعطيك واحد الenergy pour te booster باش تزيد لقدام. داك الشي علاش كنقول لكم اختاروا مع من تدويو واختاروا مع من تجلسوا واختاروا مع من تcommuniquيو، لأنه هذا كيعطي l'effet بزاف sur votre énergie et sur votre cerveau et sur votre activité et encore إلا جلستي مع واحد الإنسان اللي الإنرجي ديالو زوينة tu te recharges كتشارجا من عند هداك الإنسان، كترجع للدار وأنت
Tu es prêt pour les challenges ديال غدا؟ videz votre sac. videz كاع هادوك les émotions اللي عندك. أي واحد ظلمك، أي واحد دار لك شي حاجة خيبة، parle، dis-le. ما تخليوش les émotions متراكمة في الداخل ديالك. راه ديما كنقول لكم أنه le corps humain il est très lié. كلشي مرتبط بعضياتو. هادوك les émotions هداك الغضب وهداك الألم اللي كتخليه في الداخل ديالك راه كيسكريتي واحد الكورتيزول كل مرة كتحس بيه، وكل مرة عقلك الباطني كيجيب لقدام وكتفكرو. فهاديك الكمية ديال الكورتيزول اللي كتبقى تسكريتيها كلها كتولي il se traduit لأمراض عضوية. تبدا تحس بالبالبيتاسيون. علاش دابا ولينا كنشوفو لي جون ولا الناس اللي في les vingtaine ديالهم عندهم des palpitations، مرض ديال القلب، قولون العصبي، ولا كلشي مريض بالقولون العصبي. سي لو سيستيم نيرفو، جهازك العصبي ما قدرش يستحمل هذيك لي زيموسيون، ما قدرش يستحمل هذوك الأحاسيس اللي كتكتمهم لداخل ديالك. لو أنك une personne qui vide، une personne qui fait des thérapies، une personne qui parle، ما عمرك ما غتحس بهاد الأمراض ولا بهاد المعاناة. هاد والله يستر هاد لو cumul ديال les énergies qui sont négatives ديال هاد لو كورتيزول ديال هاد لو ستريس اللي كتحسوا ولا الإنرجي اللي كتحسها كل نهار، يقدر يوصّلكم حتى لشي أمراض خيبة. خاصكم تعرفوا لو كونسير من الأمراض اللي ولينا كنشوفوها في هاد العصر بزاف. عندكم يسحاب لكم أنو الكونسير كيتكون لعند الناس اللي كبار من فوق ال40 عام. راه خاصك تعرف أنه les cellules cancéreuses راه كياخدو سنين وسنين وهُم كيتجمعوا عاد كيوليو مُضرين بالصحة. يعني ملي أنت عندك 15 ans ولا ملي أنت عندك 18 ans وأنت كتعصب وكتسكريتي كورتيزول خلّينا من الغذاء لأنه تا هو كيأثّر، ديك الماكلة غير صحية حتى هي كتأثّر. مي كندوي لكم على الجانب النفسي. راه مُعظم les cancers، مُعظم السرطانات كيجيو في 50، 60 عام راه جمّعهم مولاهم comme des cellules cancéreuses سنين وسنين قبل. فأنا علاش آآ ن نعطي لراسي هذاك الضغط ديال الحياة وأنايا في عشريناتي تلاتيناتي ونتعذّب في آخر عمري؟ il y a beaucoup il y a beaucoup de méthodes à le faire. كتب، خرج جري، le sport، la méditation، عندك les moyens سير عند fais une thérapie كل شهر، مالكش خاسر، كل شهر خوي ton sac. علاش؟ مشان صحتك النفسية، ماشي صحتك النفسية دابا، صحتك النفسية من هنا واحد 10 سنين ولا من هنا واحد 15. investissez في le corps ديالكم وinvestissez votre santé mentale. راه la santé mentale من أهم الأشياء. إلا ما تهلاّتيش في la santé mentale ديالك ta santé physique غادي تخرب، كلشي غيتخرب. أنه تخيل معايا هاد les choses simples اللي دوينا عليهم دابا أنك ديرهم اللي كتكون كتحس بإحساس، إلا كنتو كديروهم كل نهار et de façon continue ما غيبقى حتى حاجة، حتى sensation ولا حتى émotion تغلب عليكم ولا تخليكم تحسوا ولا تخليكم تبقاو في واحد la bulle qui est négative. إلا كنتو تخيّل أنك كل نهار كتفيق كتكتب ton journal، كتمشي دير الرياضة ديالك، كتجري، tu médites في الليل، tu prends tes suppléments alimentaires de façon continue، ما كتخلي حتى حد يأثّر عليك ولا حتى حد يخلي الmood ديالك يتخرّب. كتجلس مع الناس ولا المحيط ديالك كلّه ce sont des gens positifs و des gens اللي كينفعوك في الحياة بالمعلومات. juste imagine هاد le scénario. عرفتي حياتك كيفاش غتولي؟ عرفتي حياتك كيفاش غتقلب من 0% ل100%؟ croyez moi que هاد les trucs qui sont simples، هاد les trucs اللي نتوما ما عاطينهمش مقدارهم ولا أهميتهم كيبدلوا بزاف فيك. حتى ta rentabilité في الحياة كتبدل. إلا كنتِ أنت واحد الإنسان معكاز ما كتقدرش تفيق الصباح بكري باش تمشي هاد les trucs simples كيبدلوا لك la rentabilité ديالك، كتولي تخدم حسن، كتولي plus social مع الناس اللي دايرين بيك، كتولي ton énergie est très positive et ça attraque الناس اللي دايرين بيك في ton environnement. ف ف le message final اللي نقدر نعطيكم la santé mentale ثم la santé mentale ثم la santé mentale. ما تهينوش راسكم، ما تقولوش أنا في الشباب ديالي ولا أنا في عشريناتي راه ما عندي والو، ما عنده ما يطرى ليا. راه من عشريناتك إلا جاك شي مرض في الآخر ديال خمسيناتك، عرف أنك جمعتيه في الأول ديال عشريناتك.